اللي ماليش خير في اهله ملوش خير في حد. اللي ملوش خير في اهله وناسه وحتته ملوش خير في طب حد. اللي ملوش خير في الاهلي؟ لا، يبقى ما ينفعش ينتمي للنادي الاهلي. يعني البعض بيعتبر مصطفى يونس ملوش خير في الاهلي. والله زي ما احب الناس تحترم رايي بحترم راي الناس، لان الناس دي ما تعرفش حاجه. ما تعرفش مين مصطفى يونس، ما تعرفش يعني ما تعرفش الخبايا يا كابتن، ما تعرفش البلاوي اللي هو. الناس عايزه وش القفص. الناس دي يهمها اهلي كسب ولا خسر. انا مش كده. انا ابن البيت. انت عارف الله يمسيه بالخير عبد الله الرويشد، بيتي ويقول بيته. بالظبط كده، ده بيتي انا. طب ما انا كنت مشيت في الخط واتعرض عليا كتير، لكن انا مش عايز اتكلم في المواضيع يا اسلام. احنا في حاله يرثى لها في الكوره، ودايما احب اتكلم على النادي وانتقد النادي واحنا في التوب، واحنا في الايه، في تحت. انا مش بكلم كوره. الكوره دي هنتكلم عليها بعدين، لكن اتمنى ان الناس اللي موجوده تعي الدرس، لان النادي الاهلي اكبر من اي حد، والنادي الاهلي مش حكر على حد. وبعدين مره زمان اول يوم لصالح سليم رئيس النادي الاهلي، كنا عند العميد محمود محرم الله يرحمه. دخل على المكتب العميد محمود محرم قاعد كده زي رضا، كابتن صالح قاعد هنا كده وانا قاعد كده، فبيبص على المكتب بتاع الكابتن اللي الله يرحمه العميد محمود محرم، لقى كابتن طارق سليم. ايه ده؟ فتح الظرف، 2 يمين مقصوره يمين، 2 مقصوره شمال، واحده مش عارف ايه، واحده ايه، اللي هو الطبيعي. قال له ايه ده؟ قال له يا كابتن ده بتوع كابتن طارق بتوع الماتشات. تذاكر لماتش. قال له مين بياخد؟ قال له فلان وفلان، الناس الكبار يعني. راح مقطعهم، كله يتلغي، اللي بيحب النادي الاهلي يدفع من جيبه. يدفع. ده الكابتن صالح سليم فعلا. ايوه بقول لك قدامي وانا قاعد معاه. صالح سليم عمره في حياته من ساعه ما دخلت النادي، انا سنه 68 ولعبت في الفريق الاول بقينا اصحاب يا رضا، عمره ما شرب كوبايه شاي على حساب النادي الاهلي. محمد صالح سليم. فاحنا اتربينا على ايد الراجل ده. احنا حبينا الاهلي من الراجل ده. ماشي، ما هو كابتن صالح سليم اول صالح سليم قبل ما يبقى رئيس نادي ولا بتاع ده كان بيجي ماتشات الناشئين عشان يتفرج على صفوت عبد الحليم. كان بيروح نادي النصر ومصنع 36 الحربي وبنها وهنا وهنا عشان يتفرج على صفوت عبد الحليم، عشان صفوت. واحنا ناشئين واحنا صغيرين. صفوت كان 18 وانا كنت 16، بس كان بياخدوني احتياطي معاهم. فصالح سليم ده يا جماعه اقول ايه، بس الناس عارفه. صالح سليم ده لن ولم يتكرر في تاريخ النادي الاهلي. انا شفت محادثه بينه وبين رئيس الوزراء، كابتن صالح رئيس الجمهوريه وهو رئيس الوزراء. يعني في فرق ما بين واحد يقود واحد يقاد. فرق كبير قوي. الكابتن مصطفى يونس كابتن النادي الاهلي. الكابتن مصطفى يونس عمل تاريخ كبير للنادي الاهلي. ايه اللي يخلي مصطفى يونس يلبس تيشيرت نادي الزمالك؟ ايه اللي يخلي مصطفى يونس يشتغل في قناه نادي الزمالك؟ مصطفى يونس يعني لو حتى عنده مشكله انه مش هيشتغل في قناه الاهلي، مش موجود في النادي الاهلي، على الاقل ما يروحش يكون موجود في قناه الزمالك. لما اتعملت قناه النادي الاهلي، طه بصري ليه اشتغل في قناه الاهلي؟ فاروق جعفر ليه اشتغل في قناه الاهلي؟ انا كنت موجود وقتها. الصديق العزيز طه بصري كان موجود. حلمي طولان ليه كان بيشتغل في قناه الاهلي؟ كابتن حسن شحاته، كله يعني. طيب مش مصطفى رئيس في نادي الزمالك، وانا كنت فين ساعتها؟ في التلفزيون. احنا كنا قاعدين في القناه وتراهنا لو الزمالك كسب الدوري، وما انا كانش عندي شك 1 في المليون ان الزمالك هيكسب الدوري يا اسلام. 1 في المليون. لو الزمالك كسب الدوري انا هلبس فانيله الزمالك.
ولو الاهلي كسب الدوري جمال يلبس فانيله الاهلي. تمام. جمال عبد الحميد. جمال عبد الحميد. فالقصه مش انا البس فانيله الزمالك. طب ما هو رئيس النادي متصور حواليه فاروق جعفر وحسن شحاته لابس فانيله الزمالك وهم لابسين احمر. طيب ما ايمن شوقي لعب في الزمالك مش لبس فانيله الزمالك. طيب مين لعب لعب في الزمالك؟ زكريا نصر. وزكريا نصر ما لعب في الزمالك. وعبد الجليل. عبد الجليل لعب في الزمالك. طب اشمعنى مصطفى يونس؟ تصدق بالله لا اله الا الله. والله العظيم يا رضا يا عبد العال وحياة ولادي واحد منهم قالوا لي لو طالوا يضربوك بالنار هيضربوك بالنار. تصور ليه؟ ما انا مش عارف ليه. ايهما افضل؟ اللي بيدافع عن النادي ولا النادي؟ اللي خايف على النادي ولا النادي المباح ليهم كل حاجه؟ والكلمه بتاعت الكابتن صالح ديت شوف المرادف ليها ايه بقى؟ يعني بتاعت كابتن صالح اللي قطع التذاكر عشان اخوه واللي عايز بيحب النادي ده يدفع فلوس. المرادف بتاعها ايه بقى؟ تمام. تذكرتي من غير كلام. لا تذكرتي كمان. ما انت يعني هم مره قال لك دعوات قد كده. اتمنى قبل عشان نخلص القصه عشان نتكلم في الكوره وحشني جدا. بس هو تنهيدتك دي يا كابتن مصطفى لا ده جوه كتير قوي. هل علشان بقى بيتم وضع في الصور ممن يطالبون او ممن يتم توجيههم بالمطالبه بشطب مصطفى يونس ومنع مصطفى يونس من دخول النادي الاهلي؟ هل التنهيده دي علشان انت لا ولا تفرق معايا التاريخ بتاعك؟ لا انا تاريخ النادي الاهلي. انا ابن شرعي للنادي الاهلي. هل لما يشطبوني التاريخ هيتلغي؟ مصطفى يونس هيتشطب من الحياه؟ لا ده بالعكس الدنيا هتقلب عليهم. لا حسن حمدي انت مش انا اختلفت مع حسن كتير وانا شفته بعيني في التلفزيون برضه كانت نفس القصه نشطب مصطفى يونس مع اني كنت عامل حمله بنت كلب وكان عندي برنامج 3-4 ساعات وكنت والورق والبتاع والدنيا مصطفى يونس مش عارف هيتشطب. قال له مين ده اللي يتشطب؟ ده كابتن النادي الاهلي. مين اللي يتشطب؟ يقول اللي هو عايزه مصطفى. وده انا بعتبره الرئيس التاريخي للنادي الاهلي حسن حمدي فعلا. طبعا. ايوه عشان الانجازات. حسن حمدي اللي عمل طفره في انك ازاي تجيب فلوس للنادي الاهلي مع ان انا معترض على حاجات زي ما انت عارف واتكلمنا انا وانت قبل كده. العزبه لا ده مش عزبه. ده لو عزبه مش هتبقى كده. العزبه فيها ناظر وفيها مش عارف ايه وفيها ايه مش فيها خولي وفيها مش عارف ايه وفيها بتاع اسمهم ايه الغفره. لكن دي عزبه خاصه بمعنى. لكن انت ما ندمتش على عملك في قناه نادي الزمالك؟ لا طبعا انا مشيت من قناه نادي الزمالك. ايه اللي خلاك تمشي؟ اللي خلاني امشي لان انا راجل بتاع كوره. لكن قناه الزمالك وانا طبعا لازم اشكر الصديق العزيز مستشار مرتضى واشكر المتحده لان المستشار مرتضى هو اللي جابني لقناه نادي الزمالك وانا كنت هشتغل فيها من ساعه ما اتعملت وكنت هعمل برنامج لوحدي. تمام. فهم رفضوا المتحده. فهو اللي جابني المره الثانيه ديت اللي انا اشتغلت فيها في نادي الزمالك. لكن الاتموسفير بتاع القناه ما مشيش معايا لان كل البرامج كلها على نادي الزمالك. على فكره اسلام هو يعني روشته الاصلاح اسلام عندنا مواهب. يعني زي ما انا قلت قبل كده يا رضا وانت عارف طبعا يعني وانا بقول لو انا لما رحت النادي الاهلي قالوا لي التذكره بجنيه ولا بربع جنيه ما كنتش رحت. مش ب 150 جنيه و200 جنيه وعشان تلعب لازم تدفع ولازم تعمل ولازم تسوي واللي يشغل لك ابنك واللي يعمل تجيب ابنه وابن فلان وابن فلان. ما عندناش الكلام ده. كان عشان كده كنا احنا النادي الاهلي احنا اللي بنوزع لعيبه لمصر كلها ما بناخدش. بقى انا اتباهى انت كده اروح اجيب 7 لعيبه من وادي دجله مع احترامي لوادي دجله وراجل عظيم رئيسه. اروح اجيب 7 لعيبه. مين اللي ابدا يعمل الكلام ده؟ فاكر ايام الكابتن مصطفى يا نهار اسود يا رضا. ما انا بقول لك اهو بقت عزبه. الكوره بقت عزبه في مصر كلها. تجيب القلاضيش بتوعك اللي ليه واللي مالوش. دارس على راي رضا عبد العال ده دوري مدارس افريقيا. انا كسبان كوتوكو 3 ورايحين بنعمل كده في كوتوكو
اللي موسيماني كان بياخد 200,000 دولار هنا، أيوة. راح اهلي جده أيوة. بياخد 50. لا غير كده، لا غير كده. لا 50، لا استنى استنى. بس. لا كروش مسك منتخب ماشي، بس ليه نزل درجه ليه ثانيه. ليه استنى ده جايب نجمين كبار مكسرين الدنيا في مصر. لما كده ولا ايه؟ لما هم دول اللي عملوا الازمه اتنين بتاعت ميكو الدولارات ماوس، في مصر. اتنين ميكو ماوس. تعالى شوف النهارده اسوان، الفيرود اللي هو جايبه اسوان الفرد اللي جاي بقى انا النادي الاهلي يا كفره يا كفره. يعني مش حرام. ملهاش علاقة مين اللي بيجيب بالمسؤولين الناس في دي؟ مين اللي بيوافق على الناس دي؟ مين اللي بيجيب موسيماني وموكوساني والناس دي تمثل النادي الاهلي؟ مين دول؟ الناس اللي بترشح. يا اسلام 21 لعيب جم، قول لي كم واحد موجود منهم في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا؟ الوحيد علي معلول. لا وديانج ايوه ديانج. بس هم كل سنه وانت طيب، ادفن الميت وجيب ميت غيره. ينفع؟ ما انت عارف اللي لافت وبعدين النظر ايه؟ ده انت الطب. عشان انت مين فرد مصر؟ لما مدرب النادي الاهلي يطلع في مؤتمر الصحفي يقول لك انا ما عنديش مدرب، ما عنديش مهاجم. يا نهار اسود. ده بص يا كابتن، يا نهار اسود. هقول لك بس يا كابتن، ده فلس. ده الراجل ده مفلس. بص المره اللي فاتت رماها على الجماهير ما بتحضرش وبتقل والكلام ده. هو انت حضرتك عديت الجماهير؟ انت مالك بالجماهير اصلا؟ طب ما كان من سنتين ما فيش جماهير، من سنه، من 10 سنين ما فيش جماهير. لا اللي مخلي النادي الاهلي كده اعلامه، او الاعلام اللي هو عمال يطبل له على الفاضي وعلى المليان. اول ما الراجل جه وقام جاي كسب ماتش قال لك بس، مع ان اقسم بالله وحياه ولادي اول فيديو شفته له يا كابتن وهو بيقول لك ايه داخل النادي الاهلي بيقول لك ايه اوعى الحركه دي، قلت له مهجرس. طيب انا اقول لك حاجه على الراجل. لا يعني اقسم بالله انا بس اقول لك حاجه على الراجل يا اسلام. قلت ان هو قليل فنيا. ايوه لكن ماشي. اسلام رضا رضا اسلام اول مره اشوفه في ماتش الاهلي والزمالك في الامارات. انا مش عايز اقول لك انا كنت في منتهى السعاده. عملنا ماتش على الزمالك ما حصلش عشان مفتي، ما حصلش عشان مفتي اللي الناحيه الثانيه هو اللي اداله. لعبت يعني الزمالك. بص انا كنت بص رضا يعني من امشي ياسر محمدي، ياسر ريان، احمد ياسر ريان اللي عنده 22 سنه واجيب لعيب عنده 30 سنه. لا دي غلطه بقى من بص ما هو ده من ضمن الكلام. يا كابتن مصر في فرق انك لا تدافع في حسام حسن قد ايه؟ ماليش دعوه بقى انا. ما بص يا كابتن، ليه ماليش دعوه؟ انا ليا دعوه. بس انا بقول لك يا كابتن اللي قتله موسيماني، اول واحد قتله موسيماني. هو كان جاي انا لو مسؤول في نادي والاقي المدرب بيحب وبيكره اقول له بره، لانه هيخرب الفرقه. يا عم ده كان من النوعيه دي. كان في ناس لسه بتعيط على موسيماني يا راجل صلى على النبي، ده اخ وصديق. انت عارف كل يوم بيعمل ايه؟ تقسيمه. بغض النظر يا كابتن، اسمعني بس يا كابتن بنتكلم كوره. هو موسيماني، هو في واحد مدرب ياخد احسن مدرب في مصر في شهر ونص؟ لا ما دي انت عارف ان عندنا هنا كله بالعلاقات وبالحب وهو في كده. اي دلوقتي بيتكلم على ان واحمد ياسر بقى ما كانش مشي. كابتن انت عارف عشان يمشي كنت جبت ايبوكا. لا وموكوساني مين يروح فين؟ مين؟ موكوساني. ما بيرسي تاو دوت. وبيرسي تاو لا ما دولت بص، ما دولت هيطلعوا بس موكوساني واخد بالك. فدولت بيلعبوا تحت كابتن. الجيل ده غير ده يا كابتن. احنا بنتكلم كابتن مصر. كابتن مصر الرضا. استنى بقى. لا كابتن مصطفى. لا معلش. لا معلش. بص الكابتن مصطفى يا ابني استنى بقى خلينا نتكلم كلمه بقى. مش اسلام كابتن مصطفى. تعرف هكلمه مالكش دعوه هو ايه. بص يا كابتن مصطفى، قول يا رضا. الجيل ده غير الاجيال بتاعتنا يا كابتن. يعني انت مثلا كنت بتسلمها للكابتن صفوت. انا كنت بتخانق مع اكرام وثابت تديني في رجلي ما تشوطش. صح. ليه؟ عشان تديها للكابتن صفوت في رجله، عشان الكابتن صفوت يعمل شغله. انت كوره بتيجي لحمدي فتحي وللسوليه والديانج اقسم بالله كأن تربه حشيش مسكها. كأن ماشي كأن مثلا كهرباء. رضا كأن مسك موتور. اسالك سؤال. اسلام هسالك سؤال يا رضا. لا يعني الكوره بيتخضوا. يعني ماشي نعتذر بس. بص نعتذر. اسلام رضا، احنا عندنا كام فرقه في الدوري الممتاز؟ 18. طيب جبت اعظم 18 مدرب في العالم، خلاص؟
اعظم 18 مدرب في العالم. فرقه هتنزل ولا مش هتنزل؟ ايوه فرقه هتنزل. طيب ليه بقى؟